يا أهلا بيكم في قعدة سينما. النهاردة هنتكلم على واحد من أهم الأفلام اللي صدرت السنة اللي فاتت، والحقيقة أنا كنت متحمس جدا للفيلم من قبل ما ينزل، ولكن التأخير في الكلام عن الفيلم ده بالنسبة لي كان قرار ممكن أقدر أقول إن هو مهم لسبب واحد، إن كان في جدال كتير قوي على الفيلم ده. في ناس كانت معجبة بيه جدا ومتحمسة ليه، وفي ناس انتقدته جامد. فبصراحة في بعض الأفلام كده بحس إن لازم الخناقة تهدى شوية، وفيلمنا هو Killers of the Flower Moon لمارتن سكورسيزي. ويمكن اللي متابع البودكاست كويس هيعرف إن سكورسيزي هو مخرجي المفضل. في ناس كتير جدا بحبها وبتابعها، ولكن يظل سكورسيزي هو المفضل بشكل عام، وبحب حتى أتفرج على لقاءاته سواء اللي بيتكلم فيها عن أفلامه أو عن أفلام تانية، لأن هو في رأيي يمكن موسوعة سينمائية وكتير جدا باخد ترشيحات من لقاءاته. الفيلم بتاع النهاردة يعتبر تجربة نقدر نعتبرها امتداد للسكة اللي أخدها سكورسيزي من فيلم ايرش مان، وهي التعامل مع منصات، لأنها بتديله نوع من أنواع الأريحية في صناعة الفيلم بوجهة نظره بدون التحكمات اللي ممكن نعتبرها تجارية شوية، لأن أي منصة هتستفيد من وجود مارتن سكورسيزي ووجود النجوم اللي غالبا بيكونوا معاه زي روبرت دينيرو في الحالة بتاعت ايرش مان، لأن كان معاه كمان الباتشينو، جو بيشي اللي يعني شكل مع دينيرو ثنائية مهمة جدا في تاريخ سكورسيزي وفي تاريخهم طبعا. وهنا سكورسيزي بيقرر التعاون مع المنصات، ولكن مع ابل تي في بلس، وبيجي معاه دينيرو ودي كابريو اللي مشكل معاه ثنائية من أول الألفينات. قدروا يطلعوا منها أفلام كتير عظيمة. اتكلمنا عن شاتر آيلاند في الحلقة رقم 11، واتكلمنا عن ذا افييتر في الحلقة رقم 39. ففي الفيلم ده قدر يجمع اكتر اتنين عملوا بطولات في افلامه. اعتقد ده الوصف الادق للتعاون معاهم، لان هو تعاون مع ناس تانية كتير جدا زي هارفي كايتل، ولكن هنا النهاردة خلونا نتكلم بقى عن التعاون ده اللي اضاف ليهم حد في البطولة النسائية، ليلي جلادستون. يعني حاجة مش معتادة قوي ان في افلام سكورسيزي يبقى في بطلة ست اخده دور كبير كده زي ليلي، والحقيقة دورها كان مهم، وسكورسيزي انقذ مسيرتها التمثيلية، مش مجرد اداها دور كبير، لان في الوقت اللي وصل لها فيه ايميل منه بيطلب انها تعمل اوديشن، كانت بتحجز كورس علشان تدرس حاجة تانية بعيدة عن التمثيل وتسيب التمثيل، فهو رجعها على التراك تاني. واعتقد ان هو فتح مجال لممثلة اعتقد هتكون مهمة في السنين الجاية. وقبل ما نتكلم في التفاصيل بتاعة الفيلم، خلونا نفتكر مع بعض حكاية فيلمنا. الفيلم بيحكي عن إرنست اللي بيرجع من الحرب العالمية الأولى لأوكلاهوما، المنطقة اللي خاله ويليام هيل بيحظى فيها بنفوذ كبير جدا لدرجة اسمه فيها كينج هيل، وده بسبب علاقته القوية بقبيلة الأوسيج أصحاب الأرض المليانة بترول. وخلال الأحداث بيقع إرنست في حب مولي، واحدة من أفراد القبيلة، ولكن العلاقة دي بتصطدم بمخطط ويليام هيل للقضاء على أفراد كتير من الأوسيج، ومنهم أهل مولي ومولي نفسها، وده للسيطرة على فلوسهم وأملاكهم عن طريق إرنست اللي بيكون جزء من مخططه وعقبة في نفس الوقت. زي ما قلت في ناس كتير أعجبت بالفيلم، ولكن برضه في ناس كتير انتقدته، وده بسبب طول المدة، والبعض وصفه بالممل وإن هو مش شبه أفلام سكورسيزي. الناس كانت منتظرة على قد ما هيكون في وثيقة بتدين البيض اللي بيبيدوا السكان الأصليين في أمريكا، ولكن هتكون في نوع من أنواع كده الجرائم المنظمة اللي هتشد الناس، وهيكون في إيقاع أسرع. أنا متفهم الرأي ده، ولكن في رأيي الفيلم لما اتعرض بالشكل ده على منصة، سكورسيزي قدم لنا حاجة أشبه بالدايركتورز كات. هو ما كانش في دماغه بقى الحسابات التجارية، ويمكن الفيلم كان مع باراماونت في الأول واتغير خالص، ومن هنا انطلق سكورسيزي في إن هو عايز يقدم لنا حاجة بتجمع أكتر من منظور، وهي شخصيات الفيلم اللي بنقدر نغوص فيها في الطبيعة البشرية، وبنشوف حاجات يعني من أسوأ صفات البشر بتخلي فيه نوع من أنواع السيلف ديستراكشن أو التدمير الذاتي. وقدر برضو يقدم انتقاد لأمريكا والغرب بشكل عام، وقدر برضو يقدم جرائم، ولكن في عدد مشاهد كتير خلتنا نوصل ل3 ساعات ونص. في رأيي هل في مشاهد ممكن تتشال؟
بصراحة ما حسيتش ان ده ممكن يحصل يمكن لأكتر مثلا من ربع ساعة تلت ساعة، ولكن انا كنت مستمتع. ممكن الفيلم لو قصر شوية تمام، ولكن انا زي ما قلت انا بحب سكورسيزي، وكنت مستمتع بالشكل البصري وطريقة الحكي واداء الممثلين، فما كنتش حاسس ان في حاجات كتير ممكن نستغنى عنها، وحتى لو استغنينا عنها فوجودها بالنسبة لي افضل. ده رأيي الشخصي، ومش منتقد اي حد كان حابب يشوف الفيلم ساعتين زي ما اتقال. وفي ناس قالوا آخر ساعة ملهاش لازمة من أول ما جيسي بلامنز بيظهر، ولكن أنا زي ما قلت الفيلم كان في الأول ليه شكل مختلف خالص، ولو كان اتعمل بيه في رأيي كان هيبقى فيلم سيء. وخليني أقول لكم إن الفيلم مأخوذ عن كتاب حمل نفس الاسم، والمفروض ديكابريو كان هيلعب نفس الشخصية اللي لعبها جيسي بلامنز، هي توم وايت. ومع الوقت سكورسيزي زي ما قال إن هو شاف إن هو بيحكي القصة من وجهة نظر الجماعة بتوع الاف بي اي، وما بقاش فيه اهتمام بالأوسيج اللي هو كان شايل هم حكاية قصتهم وقصة الناس السكان الأصليين، لأن هو كان شايل الهم ده بسبب زيارة عملها في السبعينات، شاف حياة الناس دول كانت ازاي مأساوية، وحس ان هو مع الوقت لو مشى مع فكرة ازاي بيكشف الجرائم حس انها حاجة عادية جدا، لان هي باينة من اول لقطة. واللي غير الفيلم ده هو ديكابريو نفسه، لان هو كان هيلعب شخصية توم وايت، فوقف قدام سكورسيزي وسأله ايه هو القلب بتاع الفيلم، فرد سكورسيزي ارنست ومولي. وهنا بدأوا يشتغلوا على حاجة مختلفة عن اللي كان كاتبها إيريك روث. وإيريك روث ده يعني واحد من اهم كتاب السيناريو في امريكا، كتب افلام كتير حاضر بس في دماغي حاليا فورست جامب اللي اتكلمنا عنه في الحلقة رقم 7، وحاجات كتيرة جدا جدا ومهمة، يعني مش بيكتب كتير وخلاص. ولكن هنا الموضوع اتحول تماما، وبدأوا يغيروا السيناريو وبدأوا يهتموا اكتر بالأوسيج. وهنا كان في رأيي نوع من انواع الاهتمام عند سكورسيزي ان هو مش يعمل حاجة اصلية او تبقى بتنقل العادات وكل الكلام ده، لا هو كان عايز يدي حالة من المصداقية، وكان معتمد على ناس من الأوسيج نفسهم مستشارين ليه، وفضل يبحث بقى في تاريخ الناس دول وفي تاريخ إرنست ومولي، لأن هم شخصيات حقيقية وويليام هيل كمان حقيقي، وده خلاه اجتمع بيهم، وكان حابب ان هو يتعامل معاهم مش كضحايا ناس غلابة وكده، هم ما كانوش برضو حابين ده. فالفكرة كلها ان هو يقدر يعرض مشكلتهم وفي نفس الوقت يغوص في قصة الحب اللي بين إرنست ومولي، اللي حسب كلام حفيدتهم إن هم حبوا بعض فعلا. وفي رأيي غرابة قصة الحب دي جاية من التعقيد بتاع شخصية إرنست. شخصية إرنست غريبة جدا، شخصية سلبية ومتواطئة، زي ما وجه لها شخصية دينيرو أو هيل الكلام وقال لها انت مستني معجزة زي ما حصلت في الزمن القديم، وده مش هيحصل. ويمكن سلبيته دي مع تواطؤه بيخليه في رأيي يمكن أشد جرما من شخصية ويليام هيل، لأن هو بيكون هو الإيد اللي بتقتل مولي وبتتحالف في قتل أهلها، وهو نفسه من جواه عارف اللي بيحصل، ولكن في لحظة بتحسه هو رافض ان هو يصدق اللي بيحصل. والغرابة ان احنا ممكن نقول هو متواطئ ومش فارقاله اي حاجة، لا احنا بنشوف حزنه، بنشوف خوفه وهو واقف قصادها، بنشوف نظرة حب تجاهها، وفي نفس الوقت نوع من انواع كده السلبية والفشل في التعامل مع الموضوع، لدرجة ان قمة السلبية لما الحريق اللي بيحصل في ارض ويليام هيل اللي هو بيعمله علشان يقبض التأمين، بنلاقيه هو في نفس الوقت بياخد من نفس المركب اللي هي كانت بتاخده، الدواء المهدئ ده او اللي بيسمها علشان تموت بالراحة، هو نفسه بياخد منه وبيحط في الويسكي اللي بيشربه، وده بنشوف تأثيره عليه لحد بعد كده ما بيتقبض عليه وبيبقى في حالة مش طبيعية. فإحنا قدام شخصية شديدة الغرابة، شديدة السلبية، شديدة الجبن، وده بيخليها تتعاقب أكتر من أي حد تاني في الآخر، لأن هو في الآخر بيخسر مولي وخاله بيتخلى عنه وكان عايز يقتله. ولكن احنا في الجنب التاني بنشوف ان خاله ده كان شخصية شيطانية اللي أداها روبرت دينيرو، والحقيقة أداؤه كان جيد جدا ويستحق عليه الترشيح بتاع الأوسكار. والشخصية بتاعته في لحظات بصراحة يعني مش هخبي كانت بتفكرني بشخصية دانيال بلانفيو اللي لعبها دانيال دي لويس في الفيلم الأيقوني There will be blood. عارف ان في ناس هيقولوا ان انا يعني بحاول اخلق شبه مش موجود او يعني بعمل فيها محنك، ولكن الطمع بتاعهم وفكرة ان هم عايزين يسيطروا على ارض فيها بترول وممكن يعملوا اي مخطط واي حاجة ويدوسوا على اقرب الناس ليهم، كل ده خلاني افتكر الشخصية دي.
ويمكن كمان الفيلم فكرني شوية في اللحظات بتاعة البترول بالحكاية دي. وكمان الشخصية دي كانت في أول الفيلم بالذات بحس إنها بتطلع تسوق الأحداث وتختفي كل شوية، وبالتوازي في الجزء ده كنت حاسس إن أداء ديكابريو مش أفضل حاجة. ما كانش سيء ولكن مش مميز زي ما كنت بسمع الناس اللي معجبة بالفيلم بيقولوا. ولكن بعد الحتة دي معدت شوية، ونقدر نقول تحديدا في النص التاني من الفيلم، كنت حاسس فعلا بمدى الصعوبة بتاعت شخصيته ومدى التناقض والتضارب اللي في شخصيته، وقدر بصراحة ديكابريو يأديه بشكل كويس جدا لحد ما بنوصل في الجزء الأخير خالص مشاهد المحكمة والارتباك اللي هو فيه ومشهد مواجهته مع مولي. بصراحة أداء ديكابريو فيها كان متميز جدا، وعجبني إن هو تخلى عن وسامته وتخلى عن فكرة إن هو يقدم شخصية قوية بتقود الأحداث. هي بتحركها ويمكن هي الفاعل في الموضوع، ولكن مش هي اللي بتخطط. كلامه مش من دماغه، زي ما قلت شخصية شديدة السلبية ومتواطئة، ويمكن ممكن مع الوقت كمان الواحد يحتقرها أكتر من ويليام هيل صاحب الأفكار الشيطانية نفسه. وننتقل بقى للجزء الثالث في المثلث ده، وهي الشخصية اللي لعبتها ليلي جلادستون. حقيقي الشخصية بتاعتها كانت صعبة جدا، لأن معظم مشاهدها هي ساكتة فيها وكلامها قليل جدا. في الأول بنشوف نوع من أنواع نقدر نقول الرفض أو التمرد في عينيها على فكرة إن في ناس أوصياء على فلوسها، وده نظام كان سيء جدا عاملينه البيض إن هم مسيطرين على فلوس السكان الأصليين، وبيديهم الفلوس بحساب شخص بيكون واصي عليهم، بيكون طبعا أبيض. فإحنا بنشوف مدى الرفض وهي بتتكلم حتى لو ما قالتوش، وفي نفس الوقت بنشوف وهي بتقع في حب إرنست. وبعد كده بننتقل لمرحلة إن هي بتتدهور وبتتعب جدا. والحقيقة أدائها كان حلو ومش مبتذل. في ممثلين ممكن يبقوا مبتذلين في الأجزاء بتاعة التعب والمرض دي، وفي نفس الوقت بنشوف وهي بتحاول ترجع حق أهلها وبتكمل مع إرنست للآخر، وفي الآخر بتنفصل عنه. والناس كلها كانت مستغربة ان هي صبرت عليه المدة دي كلها قبل ما تنفصل عنه. فالحقيقة اداء ليلي جلادستون كان كويس جدا، واتمنى شكلها كونها من السكان الاصليين ما يحطهاش في ادوار تبقى خلاص ستيريوتايب لازق فيها مدى حياتها. لا، ممكن تتنوع في قصص وادوار تانية كتير. اخر اداء مميز حابب اتكلم عنه هو اداء بريندن فريزر، اللي عمل كام مشهد حلوين جدا، وحسيت ان هو عايز يشتغل مع مارتن سكورسيزي فقبل بالدور الصغير ده، ولكن علم قوي في الفيلم. وبرضه من الأسامي اللي كانت مشهورة في الفيلم جيسي بليمنز زي ما قلت، وأداؤه كان كويس الصراحة. وبعيدا عن المشاهير، الشخصيات الثانوية كانت عاملة أداءات كويسة، بالذات الجماعة اللي بينفذوا الجرائم كانت الحقيقة أداءاتهم كويسة ومناسبة للفيلم. وزي ما قلت الشخصيات كلها كان بيتم استخدامها من سكورسيزي علشان يقدم قصة ممكن تحصل في أي حتة في العالم بتحمل أسوأ الصفات في البشر، ولكن كان في برضه حرص على انتقاد أمريكا والنشأة بتاعتها وفكرة الطمع بتاع البيض وطمع الغرب في أي أرض ممكن يدخلوا عليها وينصبوا نفسهم كأوصياء على سكانها الأصليين، يدوهم فلوسهم بحساب ويحاسبوهم عليها بشكل يمكن في نوع من أنواع القسوة، وفي نفس الوقت تلاقيهم بيحتقروهم جدا. يعني برضو من ضمن الحاجات اللي لفتت نظري وكان في حرص على عكسها هو منطق البيض، ان الناس دول ما تعبوش في الفلوس، احنا اللي تعبنا فيها وطلعناها فما لهمش فيها قوي. ويمكن ده بيبان في مشهد بسيط لما كان شخصية إرنست رايحة تشتري تابوت علشان أخت مولي ماتت، فبيقول له بكام، قال له رقم، قال له لا أنت فاكرني من الأسيج. فبيبدأوا يتخانقوا مع بعض، وفي الآخر بتبقى نية الحانوتي باينة إن هو كان عايز يسرقهم، وبيقول له يعني الناس ما تعبوش في الفلوس، انت مالك انت. وكل ده في رأي سكورسيزي قدر يعكسه بشكل ذكي جدا من خلال ان هو وضح عادات الناس زي ما قلت، وقدر برضه يوضح لنا ازاي البيض بيتحكموا وبيعملوا ألاعيبهم، ومش كلهم على فكرة على نسق واحد أو كلهم على قلب رجل واحد. بالعكس بنلاقيهم بيحاولوا يشيلوا بعض جرائم. في شخصية جوز أخت مولي بنلاقي إرنست وويليام هيل عايزين يخلصوا منه لأن هو بيشكل لهم عقبة واحتمال ياخد الفلوس منهم. فالحكاية دي كانت معمولة بشكل كويس. وأنا برضو بحب حاجة في أفلام سكورسيزي هي البداية بتاعة الأفلام اللي فيها شيء من الملحمية أو اللي بتدور في عوالم مش سهل إن أي شخص يكون عارفها. بيكون هو حريص قوي
على ان هو يشرح القواعد بتاعة العالم ده، ويشرح العادات بتاعة الشخصيات اللي عايشة جوه الزمن والعالم ده برضو. فبيبقى المشاهد منغمس وعارف ايه الحكاية، وعارف ايه المخاطر اللي ممكن تتعرض لها الشخصيات اللي هتاخد قرارات جوه العالم ده، وايه المكاسب اللي ممكن هيحققوها. وده يمكن شفناه في افلام كتير زي كاسينو، جود فيلس، ذا ايرش مان، جانجز اوف نيويورك، او حتى كمان ايدج اوف انسنس اللي هو يعتبر فيلم رومانسي، ولكن برضه كان فيه اهتمام بشرح العالم بتاع الطبقة الغنية في نيويورك في الوقت اللي بتدور فيه الأحداث. ومن ضمن برضه الحاجات اللي عجبتني الاهتمام بالصورة والتفاصيل الفنية في الفيلم. الملابس والبرودكشن ديزاين والمكياج كانوا حقيقي متقنين جدا، والصورة اللي قدمها رودريجو بارييتو حقيقي كانت جميلة جدا. عجبتني جدا الوايت شوتس الكتير اللي في الفيلم، منها قدرنا نشوف الأحداث، وقدرنا كمان نعرف مدى الثروة بتاعة الأوسيج في أول الفيلم. بنشوف كل اللاندسكيبز الرهيبة دي والمزارع الكبيرة اللي بياخد فيها ديكابريو الطريق الطويل ده لحد ما بيوصل لويليام هيل في أول الفيلم. كل الحاجات دي كانت معمولة بشكل حلو جدا. تصوير الطقوس، المشاهد الداخلية اللي بين ديكابريو وليلي جلادستون كانت متنفذة حلو جدا. والمشاهد الداخلية اللي في أول الفيلم كانت مدياني إحساس بالقلق كده والإثارة، كأن في مخطط بيتنفذ علشان مولي تقع في حب إرنست ويتم استغلالها. فالحقيقة الفيلم قدم صورة حلوة جدا، وكمان قدم موسيقى حلوة جدا. ودي كانت آخر موسيقى يعملها روبي روبرتسون اللي تعاون مع سكورسيزي سنين طويلة جدا من أيام يمكن ذا كينج اوف كوميدي. عجبتني جدا المزيكا، ويمكن أهم مقطوعة فيها اللي كانت ساعة حريق الأرض بتاعة ويليام هيل اللي حرقها علشان التأمين. الموسيقى كانت حلوة ومعبرة، وكانت هندسة الصوت بتاعتها كأننا بنسمع راديو في العشرينات فعلا. فكان في إتقان حلو جدا، والسيكونس ده كان متميز جدا. وعجبني حتى البصة بتاعت روبرت دينيرو، والتصوير بتاع المشاهد بتاعت الحرق نفسها بتاعت الأرض والناس واقفة جوه، كأن احنا قدام واحد قادر يخلق جحيم لكل اللي حواليه ويعيشهم فيه ويستغلهم. ويمكن آخر حاجة حابب أتكلم عليها علشان عجبتني شوية هي النهاية. بنشوف فيها سكورسيزي بيعمل ظهور يمكن من أطول المرات اللي بيطلع فيها في أفلامه، علشان يقول آخر جزء في العرض الإذاعي اللي كان معمول، وبيتكلم عن القصة بتاعة الأوسيج، وبيقدم فيه أداء صوتي وأداء تمثيلي متميز. بيقول إن في الآخر مولي ماتت، ولكن محدش جاب سيرة الجرائم، بأسلوب بيعكس اللي حصل فعلا، وفي نوع من أنواع كده الذنب والاعتراض على اللي حصل. وعجبني الإخراج بتاع العرض الإذاعي ده، لأن بصراحة كان حلو جدا على مستوى المونتاج ومستوى التصوير ومستوى الحركات اللي كانوا بيعملوها علشان يعملوا زي أوديو ديزاين بشكل حي. وبصراحة أنا بحب شكل عروض الراديو القديمة، ويمكن لو حد مهتم بالحكاية دي برشح له فيلم راديو دايز لوودي آلن، واحد من الأفلام الجميلة جدا لواحد من أكتر المخرجين اللي بحب لهم أفلام كتير. أعتقد ممكن نتكلم عن كذا فيلم لوودي آلن في الفترة الجاية إن شاء الله. والحد هنا خلص كلامي عن الفيلم. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وياريت اللي مش عامل سابسكرايب يعمل علشان توصل لكم الحلقات الجديدة باستمرار. ونتقابل الحلقة الجاية، مع السلامة.